الزيت ده او الزيت ده من انضف زيوت العربيات اللي موجوده في السوق، ده ان ما كانوش انضفها، وفي منافسه كبيره ما بينهم. بس انا سمعت شويه كلام كده على واحد فيهم وحبيت اطلع اتكلم عليه، بما اني ساعات بستخدم الزيوت دي واعرف ناس كتير جدا بتستخدمها، وهقول لك في اخر الفيديو انا رايي ايه في الموضوع ده، وانا شخصيا بستخدم ايه لعربيتي. والكلام ده بيتقال من تجار وموزعين كتير، وانا مش عارف هم جايبينه منين الصراحه. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان زيت موتول مكتوب عليه فولي سينثيتك، لكن زيت ليكوي مولي مكتوب عليه سينثيسيس تكنولوجي، يعني تكنولوجيا تخليقيه، وان هم بيتحايلوا على الجمله بالالفاظ، وان الزيت ده فيه نسبه زيت معدني، عشان كده مش كاتبين عليه فولي سينثيتك، الزيت المعدني اللي هو بالمناسبه وحش، وان هم ما بيرضوش يكتبوا عليه تخليقي بالكامل، والزيوت دي نفسها لما بتنزل بره بتبقى انضف وبيتكتب عليها فولي سينثيتك او تخليقي بالكامل. انا بقى حبيت اطلع واتكلم واصحح المفاهيم. وقبل ما نخش في التفاصيل خليني افهمك ازاي زيوت العربيات بتختلف عن بعضها، وليه في شركات الزيوت بتاعتها انضف واحسن وساعات بتبقى اغلى. اي زيت عربيات في الدنيا بيتكون من حاجتين، بيز اويل واضافات محطوطه على البيز اويل ده، وتصنيع البيز اويل التخليقي بالكامل ده ليه 3 طرق بس، كل واحده بتطلع نتيجه انقى من الثانيه. واحدث وانقى طريقه اسمها جي تي ال او جاز تو ليكويد، يعني البيز اويل ده بيتصنع من الغاز اللي هو الغاز الطبيعي، واول شركه اخترعتها هي شركه شيل. وده مش معناه ان كل زيوت شيل بتتصنع بطريقه الجاز تو ليكويد، الجيركن اللي هيبقى مصنوع بالطريقه دي هيبقى مكتوب عليه بالخط العريض، لان هي طريقه غاليه والجيركن ده هيبقى سعره غالي. تاني شركه انا شفتها بتستخدم الطريقه دي هي شركه بروفيكار، ولحد دلوقتي الطريقه دي ما انتشرتش. اما بقى الطريقتين التانيين هم اكتر طرق منتشره، طريقه اسمها بي اي او والتانيه اسمها اتش سي، هحكي لكم عليهم كمان شويه. اما بقى بالنسبه للاضافات اللي بتتحط على الزيت فدي بتختلف على حسب مواصفه العربيه نفسها، عشان كده كل زيت مختلف ليه مواصفه مختلفه بيبقى ليه اضافات مختلفه، والاضافات دي محطوطه بنسب معينه. الكلام اللي جاي اللي هقوله ده بقى مكتوب على الموقع الرسمي لشركه ليكوي مولي، وهسيب لكم اللينك في الكومنتات لو حد يعني مهتم انه يقراه. والكلام ده على لسان شخص اسمه اوليفر كون، ده مدير المعامل بتاع شركه ليكوي مولي. بيقول ايه بقى الخواجه؟ بيقول ان في طريقتين لانتاج الزيوت التخليقيه، طريقه اسمها بي اي او ودي الطريقه القديمه وبتطلع زيوت نقيه جدا وبتتصنع كليا في المعامل، بس طريقه انتاجها غاليه، والطريقه دي اتعملت سنه 1970. سنه 1990 بقى طلعوا طريقه جديده اسمها الاتش سي، ودي بتستخدم مشتقات بتروليه في ان هي تطلع البيز اويل ده، والطريقه دي في اولها ما كانتش نقيه جدا، والطريقه دي في انتاجها ارخص شويه من البي اي او. طب ليه يا عم اوليفر ما بتكتبوش على الجراكن بتاعتكم فولي سينثيتك؟ قال لك ان القانون الالماني بيمنع ان اي شركه زيت بتستخدم طريقه الاتش سي ان هي تكتب على الجراكن بتاعتها فولي سينثيتك، بدليل ان نفس الجراكن دي بتتباع في امريكا بيتكتب عليها فولي سينثيتك. انا دخلت بنفسي على موقع ليكو مولي المانيا وموقع ليكو مولي امريكا، لقيت نفس الجيركن هنا وهنا، هنا مكتوب عليه فولي سينثيتك تخليقي بالكامل، وهنا مكتوب عليه سينثيسيس تكنولوجي او تكنولوجيا تخليقيه. طب معنى كده يا عم اوليفر ان الزيوت اللي بتستخدم طريقه البي او اللي هي بالمناسبه زيوت موتول احسن من زيوتكم اللي بتستخدم طريقه الاتش سي؟ قال لك الكلام ده كان زمان من 40 سنه، لكن دلوقتي ومع التقدم التكنولوجي طريقه الاتش سي بقت زيها زي البي او، وطريقه انتاجها ارخص، فبالتالي هي اسهل واحسن في الانتاج. واهم حاجه دلوقتي هي مطابقه الزيت اصلا للمواصفه بتاعه العربيه، مش ان انت تدور هو مصنوع من ايه. ما دام الزيت تخليقي بالكامل وبيحقق مواصفه العربيه فهو امان ان انت تحطه لعربيتك. طب انا بقى شخصيا رايي ايه في الموضوع ده وبستخدم زيت ايه لعربيتي؟ انا شايف ان الراجل عنده حق، ولو اني ساعات بميل ناحيه موتول شويه، بس هما الاثنين زي بعض. وبعد ما خرجت العربيه من التوكيل استخدمت مره زيت ليكوي مولي لان انا مش لاقي المواصفه بتاعتي في موتول، ولو لقيتها بلاقيها جيركن 5 لتر مش 4 لتر، وانا عربيتي بتاخد 4 لتر، فمش هجيب الجيركن الخمسه واركن اللتر في الشنطه. والمره الثانيه في تغيير الزيت زي ما انتم عارفين حطيت زيت بروفيكار، لاني لقيت منه برضه جيركن 4 لتر ونفس المواصفه بتاعت عربيتي وسعره كان كويس. فنداء لتوكيل موتول في مصر، وفروا جيركن الزيت ال 4 لتر، الله يبارك لكم.